وقتاش ننجح في الباك من البرانسيبال، وقتاش نتعدى كنترول، وقتاش نطيح ريفوزي، والاهم كيفاش ننجح بالاسعاف. باش تنجح في الباك من البرانسيبال لازم المعدل نتاعك من 10 وفوق، حتى تفوت ل 20 مرحبا بيك نجحت. فما زيادة كونديسيون في البرانسيبال هي انك تنجح بالرشاء او ما يعرف النجاح بالاسعاف. ففي النجاح بالاسعاف لازم تحقق بعض الشروط. الشرط الاول هو انه المعدل نتاعك في الباك في الدورة هذه الرئيسية ولا حتى في دورة المراقبة يكون بين التسعة والعشرة. زاد رمز السيرة والمواظبة يكون واحد. المعدل نتاعك في الاريتميتيك يعني في الزوز مواد المميزة للشعبة نتاعك يكون ما أقلش من 9 على 20. الشرط الأخير واللي هو مهم اللي هو المعدل السنوي نتاعك في وسط العام يكون ما أقلش من 10. في الحالة هذه لو كان تحقق لي كونديسيون راهو تنجم تنجح بالإسعاف في الدورة الرئيسية وإلا في دورة المراقبة. باش تتعدى كنترول لازم المعدل نتاعك في الدورة الرئيسية يكون بين 7 و9 99. وللأسف التلميذ اللي يجيب أقل من 7 معدل فإنه النتيجة اللي باش يلقاها هي ريفوزي مرفوض. أما إن شاء الله العام الجاي يفيق ويخدم بالكدا وينجح على روحه. كان لا قدر الله تحت كنترول نحب نطمنك اللي راهو الكنترول هو دورة الأبطال. راهو برشا تلامذة ينجحوا في الكنترول ويجيبوا معدلات باهية ويجيبوا دي سكور باهيين زاده ويمشيوا بهم حتى للتوجيه اللي يحبوا عليه. فقط في الكنترول ركز على شنية لي ماتير اللي باش تعودهم، على خاطر راهو صحيح باش يحسبوا لك العدد الافضل بين زوز مواد بين البرانسيبال والكنترول، اما راهو في النتيجه نتاع التوجيه يعني في السكور نتاعك راهو باش تحط زوز مواد هذوما وباش تقسم عليهم. فهذه من الحاجات اللي لازم تركز عليها. اما ان شاء الله كان تستحقوا اي حاجه راهو لسانة اكاديمي لسانة على ذمتكم. وكان عندك اي سؤال تنجم تحطونا في كومنتير وان شاء الله نفرحوا بيكم الناس الكل ادمي.